بنت دخلت برجليها مستشفى مهجورة وخدت فيها صورة قلبت حياتها حرفيا من كتر الرعب. ازيكم يا ابطال؟ قصتنا حصلت في العراق مع بنت اسمها بسمة وصاحبتها ضحى. بسمة دي معروف عنها دايما ان قلبها جامد وبتحب المغامرات، وده اللي خلاها تفكر انها تدخل المستشفى المهجورة اللي في المنطقة بتاعتهم. ولكن لانها متتحركش اي خطوة من غير ضحى صاحبتها، عرضت عليها انها تيجي معاها في المغامرة دي. فضحى وقتها وافقت لانها ما كانتش تعرف مدى خطورة الفكرة دي والقرار ده. وبالفعل جهزوا نفسهم هما الاتنين وطلعوا من ورا اهلهم الساعة 12 بالليل علشان يروحوا ويبدأوا المغامرة بتاعتهم. وبالفعل اتقابلوا في الطريق وراحوا، واول ما بقوا قدام المستشفى ضحى بدأت تحس بالخوف وقالت لصاحبتها ما بلاش المغامرة دي، المستشفى شكلها يخوف قوي، وكمان العنكبوت والتراب مليينها من كل مكان، وكمان انا حاسه ان في حد بيبص علينا من ورا الازاز اللي فوق ده. ولكن زي ما قلت لك بسمة ما كانتش بتخاف بسهولة، وقالت لي يا بنتي احنا جايين نعمل مغامرة، يعني لو الموضوع ما فيهوش حاجات مقلقة مش هتكون مغامرة اصلا، تعالي بس ندخل يلا وما تخافيش انا معاكي. وبالفعل ضحى سمعت كلامها ودخلوا هما الاتنين. ووقتها اول ما دخلوا بدأ الرعب يدب في قلبهم جامد، لأن المستشفى من جوه كان باين على الأرض بتاعتها خطوات من كتر التراب اللي كان مالي الأرض، كان باين عليه مطرح خطوات رجلين. ولكن الغريب إنها كانت خطوات لحد حافي من غير جزمة، يعني صوابع رجليه معلمة في الأرض. فالبنتين وقتها عرفوا إنهم ممكن يكونوا الاتنين مش لوحدهم في المكان ده. فبدأت ضحى تقول لها لا أنا خايفة، مش هينفع نكون هنا أكتر من كده، أنا حاسة إن ممكن يحصل حاجة تدمر حياتنا وانتي، فيلا نمشي. فبسمة قالت لها عندك حق أنا كمان همشي يلا بينا، بس قبل ما امشي اصبري بس هاخد صورة مع المكان. كانت عايزة تاخد صورة يعني علشان تبان قدام صاحبتها إن قلبها جامد، وتعرفهم إنها دخلت المستشفى المهجورة وما كانتش تعرف إن حياتها هتتدمر من بعد الصورة دي. بعد ما اتصورت الصورة بتبص فيها علشان تشوفها، فجأة بدأت تصرخ بأعلى صوتها. فضحى اتخضت وقالت لها في ايه، ووريتها الصورة هي كمان اتصدمت. ظل اسود ضخم على هيئة انسان واقف على بعد خطوات من بسمة. فساعتها من الرعب بدأوا يبصوا حواليهم ولكن ما لقيوش حاجة. ولكن في اللحظة دي بدأوا يلاقوا حاجات عمالة تقع حواليهم في المستشفى وكأن حد بيشيلها وبيرميها على الأرض. فبسمة وضحى من الرعب بدأوا يجروا وهم بيصرخوا لحد ما الحمد لله طلعوا من المستشفى وهم مش فاهمين ايه اللي حصل جوه ده ولا مين اللي ظهر في الصورة. وجريوا لحد ما كل واحدة فيهم روحت على بيتها. وفي البيت ضحى لقت بسمة بعد حوالي ساعة بترن عليها وبتعيط. فقالت لها ايه يا بنتي بتعيطي ليه؟ قالت لها الظل اللي كان ورايا في الصورة. قالت لها ضحى ماله؟ ردت بسمة بقى واقف ورايا بالظبط. قالت لها ايه؟ استني تقصدي ايه بالكلام ده؟ قالت لها على ما روحت وبصيت تاني في الصورة لقيته بعد ما كان واقف بعيد بقى كأنه لازق فيا بالظبط، وكأنه اتحرك جوه الصورة. وفجأة وضحى بتكلمها ومصدومة الخط قطع. حاولت ترن عليها كتير ولكنها ما بتردش. وشوية وهي قاعدة قلقانة على بسمة لقت رسالة مبعوثة منها. بتفتحها وبتسمعها اتصدمت، لقيتها فيها بتصرخ وبتقول لها ضحى الحقيني يا ضحى، ده بدأ يكلمني على المراية. ضحى وهي مرعوبة قالت لها مين ده؟ قالت لها بسمة اللي صورته هناك. قالت لها ضحى كلمك ازاي ولا قالك ايه؟ قالت لها وهي مرعوبة وبتعيط المراية اتكتب عليها بلون اسود معرق بدم، انا قررت ان اجعلك ملكي، جهزي نفسك علشان هتودعي العالم ده. فضحى سمعت الكلام ده وما كانتش مصدقة، ففضلت تقول لها انت بتهزري يا بسمة صح؟ بسمة بعتت لها رسائل كتير جدا ولكن بسمة مفيش منها أي رد. علشان تتفاجئ ضحى في اليوم التاني في المسجد المنادي بيقول توفيت إلى رحمة الله تعالى بسمة بنت فلان. ومن صدمتها من الخبر طبت سكتة. دخلت ضحى من الصدمة في غيبوبة 3 أيام لأنها ما كانتش مصدقة ولأن بسمة صاحبتها الوحيدة. ومن بعد ما فاقت وهي عايشة حياتها في حزن شديد جدا، وهي اللي بتنقل النهاردة القصة دي. فربنا يا رب يرحم بسمة ويصبر ضحى. نصيحة: اوعى ابدا تسجل لنفسك وانت نايم، لان اللي ممكن تسمعه في التسجيل ده ممكن يكون مرعب ويعرفك
إنك مش لوحدك، خلي بالك. صاحب القصة بيحكي وبيقول: أنا دايما أهلي بيفضلوا يقولوا لي إني بتكلم وأنا نايم، وأنا بصراحة ما كنتش مصدق الموضوع ده، ولكن في نفس الوقت كنت خايف إن أطلع فعلا بتكلم وأنا نايم وأكون بقول أي حاجة عيب ولا كده. فوقتها قررت أغرب قرار، وهو إن أسجل لنفسي وأنا نايم وأشوف التسجيل هيطلع فيه إيه. وبالفعل عملت كده وشغلت التسجيل ونمت. ولما قمت من النوم وقفت التسجيل وخدته ودخلته على برنامج المونتاج، وفضلت اقلب فيه علشان اشوف في حتة الويف عالي فيها ولا لا، اللي هو يعني الحتة دي تبين ان حصل فيها كلام او صوت عالي كده يعني. وبالفعل لقيت حتة بان ان حصل فيها كلام او صوت عالي، فاستغربت كده وجبتها وشغلتها. وساعتها كانت الصدمة، صوت بيتكلم وبيقول: لازم يجي الوقت واخد مكانك. فاتصدمت كده وما بقتش عارف ايه الصوت ده. معقولة انا اللي كنت بتكلم وبقول كده؟ طيب هاخد مكان مين؟ المهم قررت برضو ان اليوم ده هسجل لنفسي واشوف ايه اللي هيحصل، وهل هلاقي صوت تاني في التسجيل ولا لا. وبالفعل عملت كده، حطيت التليفون جنبي على التسجيل ونمت. وكانت ليلة مليانة كوابيس. كنت بشوف فيها اني بجري في التراب وبيجري ورايا كلب اسود شكله مرعب، لحد ما في الاخر هجم على رقبتي ومسكني منها. وساعتها قمت من النوم مفزوع، وبعد ما خدت نفسي من الخضة افتكرت التسجيل ومسكت التليفون علشان اشوف سجل حاجة تانية ولا لا. ووقتها اتصدمت لان لقيت التسجيل باين في حتة طويلة حصل فيها صوت عالي، فرحت عندها وشغلتها. كانت المفاجأة صوت مرعب بيقول: يا عادل، انت ما زهقتش لسه من الحياة دي؟ انا رأيي ان كفاية عليك كده. ولقيت صوتي بيتكلم وبيقول: لا ما زهقتش. وكان باين عليا اني مرعوب جدا، وكنت عمال اقول: سيبني ما تاخدنيش معاك. ولكن فجأة سمعتني بقول في التسجيل: انت رحت فين؟ الكلام ده كله حصل في التسجيل، وفجأة التسجيل خلص وما عادش فيه اي حاجة تانية. فقلت اعيد الجزئية دي تاني اشوف في صوت رد عليا ولا لا. عدت من اول: انت رحت فين؟ عدتها مرة واتنين، ولكن مفيش صوت تاني ظهر في التسجيل. ولكن فجأة حصل أكتر موقف مرعب حصل لي في حياتي. أنا سمعت اللي بيقول: انا تحت البطانية، حتى شوف. وقتها الصوت ما كانش جاي من التسجيل، الصوت كان جاي من مكان في الأوضة اللي أنا فيها. ووقتها حسيت فعلا إن في حاجة بتتحرك تحت البطانية اللي أنا مستغطي بيها، فشلتها برعب ورفعتها. فضلت أصرخ بأعلى صوت. اللي شفته ساعتها تحت البطانية كان كائن اسود جدا ومليان شعر، وكان بيبص لي ومقرب عليا ومبتسم. ولكن وقتها لقيت نفسي بقوم من النوم مفزوع، وكأن كل اللي حصل ده كان كابوس. المهم ساعتها جريت بسرعة على التليفون وبصيت فيه، والمفاجأة إن لقيت التسجيل بايظ وما سجلش أي حاجة. فرجعت بصيت على التسجيلات القديمة لقيتها نفس الكلام، كلها بايظة. فخدت وقتها قرار إن عمري ما هعمل كده تاني، عمري أبدا ما هسجل لنفسي وأنا نايم. وكنت ساعتها في الوقت ده بعيد جدا عن ربنا، فقررت من وقتها إن أرجع تاني وأصلي. والحمد لله بقالي أكتر من أسبوع أهلي ما بيسمعونيش بتكلم وأنا نايم. فربنا يا رب يحفظنا جميعا. وبس كده.